ملي تبغي تدخل شي علاقه عاطفيه ما تستعملش الذاكره ديالك كخزان، ولكن تستعملها كفلتر. خاصك تكون فنان في التصفيه ماشي في الارشيف، حيت ماشي كاع داكشي اللي وقع يستاهل يبقى وسط دماغك محفوظ. دماغك ماشي كارت ميموار، واللي راجل عنده الحق ينسى ويختار شنو هو يتنسى ويكون فاعل. الذاكره الانتقائيه، الذاكره الانتقائيه هي تبرمج مخك باش يلتقط لك غير اللقطات اللي كتقويك واللي كتفيقك، وسد على كاع اللقطات اللي كتقشفرك وتخليك تالف. ما غتبقاش تذوق بالهضره، حيت غتولي تفهم النبره ديال الصح من اللي ماشي صح، وتعرف الضحك اللي فيه الشك من الضحك اللي من القلب. وهادشي ما غيخليكش تبقى تفكر بزاف في المعاني، ولكن غتولي كتصنع القوالب. حيت الا جيتي تحتفظ بكل شيء وتخزنه في دماغك غتولي عبد ديال الماضي، وغتولي مخلوع من تكرار الالم. اما فاش كتختار شنو هو يترسخ كتعاود تبرمج السيناريو على طريقتك، وما كتبقاش انت الضحيه ديال القصه. الانتقاء هنا ماشي قساوه ولا اقصاء، ولكن فن للبقاء، حيت صعيب تعيش تساوي وانت كتفكر في كل شيء. السر هو تعرف شنو هو اللي كيستاهل تفكر فيه وشنو هو اللي خاصك تخليه يدوب. فاش كتخلي مخك يلتقط كل شيء كتغرق نفسيا وكتولي معلق في حوايج ما كتعطيك حتى فائده، وهذه هي العبوديه الجديده، عبوديه التفكير المفرط في التفاصيل التافهه. الذاكره الانتقائيه هي فن من نوع اخر، فن ديال العاقل البارد اللي كيشوف كل شيء ولكن كيفكر غير في اللي كيستاهل يبقى. اللقطات القبيحه كينساها ولا كيقلبها المعلومه، ماشي اي غلطه خصو يبني لها قبر وسط دماغه. وفاش تكون انت وسط شي علاقه شوف شنو اللي كيبرد فيك الدم وشنو هو اللي كيفيق الوعي ديالك، وجري مع داكشي اللي كتشوفه طاري ماشي مع داكشي اللي ما كاينش وكتقولوا لك هي. مابقاش ناعس على ودنكم السوه بالحنانه باش ما تضمنش انك تعيش في الاوهام وما تبقاش تجري مور السراب العاطفه اللي خايبه في الترجمه.